خدها من شرقها لغربها. احنا بصراحة عندنا يا جماعة رئيس مش بيعرف معنى الراحة او حتى الاجازة زينا كده. لا يعرف الراحة ولا يعرف الكمون ولا السكون. بيتحمل ما لا يتحمله بشر، ولا يئن ولا يكل. لا يكل ولا يمل من متابعة الطرق والمشروعات. لا، وما بينامش، احنا بننام في بيوتنا. ما شفناه خرج لحاجة بعيد عن الشغل. احنا بلا بنتفسح ولا بنروح ولا بنيجي. ما تتفسحوش يا فندم. لا، في الوقت اللي كان معظمنا قاعد في بيته امبارح متكتك، بيصحى في هذا الوقت المبكر واحنا نايمين، لكن كان الرئيس السيسي من اليمين للشمال، من الشرق للغرب، هنا جديد قديم. مش قايم من النوم يقول لكم اصحوا، لا ده صحى قبل الناس كلها ما تقوم. راجل بيكافح بيشتغل. ده يا جماعه يتعمل عليه كتيب. يا جدع امشي، ده انا ناقصك يا ابن الوسخه. روح اقعد هناك. انه انا بقى والله لا مجامله ولا حاجه. لا شيء. بس انا بقول لحضراتكم هي الطريقه كده. كان السيد الرئيس بيتفقد عدد من المشروعات في منتجع ماسة العالمين. انا ما اعرفش سياده الرئيس بياخد اجازه امتى، بجد ما اعرفش. فين يقعد اسبوع، فين اجتماعات شغل بالليل بالنهار الفجر حتى يوم الجمعة. هو مخصص كتير من ايام الجمع انه يبقى موجود في الشارع يتابع هذه الطرق. يوم الجمعة اللي الناس بتبقى مرحرحين، هو الراجل ده مش مرحرح. ادعوا له، ادعوا له. ادعوا له العمدة، ادعوا له يخرب بيت ابوه. كمان ادعوا له يخرب بيت ابوه. يا سلام، شايف محبة الناس يا عمدة؟ ايوه يا شيخنا، هو انا عايش الا بمحبه الناس؟ 5 صاحبي، ادعوا له، ادعوا له.